على طول بتسأل نفسك ازاي قدرت تبعد عنك بعد كل اللي انت عملته عشان اديتها حب واديتها اهتمام واديتها مشاعر، ما كنتش حرفيا بتستخسر حاجة فيها. مع كل التضحيات دي هي قدرت تبعد عنك كده بكل سهولة. السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كويسين. عايز تعرف ازاي بعد الحب والذكريات اللي كانت بينكم تبعد كده من غير مبالاة للي كان بينكم، واهم من كده ما كانتش مهتمة بمشاعرك اصلا، ولا مهتمة انت كنت هتحس بايه او هتتأذي ازاي او اي حاجة. وانا فاهم، صدقني انا عارف، انا جربتها هي مرة واحدة بس، بعدها بقى فهمت بقى ريد بيل والدنيا ده ماشية ازاي. الحقيقة اللي لازم بجد تعرفها يعني ان الحب لوحده مش كفاية، بالذات مع البنت. في قواعد تتحكم في العلاقات، ولو ما فهمتهاش هتفضل تعاني من نفس المعاناة. كان في بحث اتعمل من ويكيبيديا عن سيكولوجية المرأة، والبحث اتعمل عن الهايبر جامي. هايبر مش يعني سوبر ماركت، لا، هنا هايبر يعني اعلى، وجامي يعني تزاوج، يبقى التزاوج الاعلى. ماشي، خليني بس اقسمها لكم كده ل4 نقط عشان تستوعب اللي اقوله وما تتوهش مني. دلوقتي احنا عرفنا ايه هو معنى كلمة الهايبر جامي، وهي التزاوج الاعلى. واول نقطة، بيعمل ايه الهايبر جامي ده؟ الهايبر جامي دوت يا معلم كأنه كده جهاز رادار كده متركب في عقل البنت، عشان يبحث بشكل دايم عن الرجل الأعلى قيمة. بمعنى إن الهايبر جامي الذي لدى النساء يبحث بشكل دائم، وحط تحت دائم دي 200 خط، يبحث دائما عن رجل لديه مكانة اجتماعية عالية، راجل عنده فلوس، عنده نفوذ، عنده سلطة، ولا جزار معاه فلوس في حتة عشوائية البنت هتروح له، عشان أكيد يعني ده راجل أحسن من ناس تانية عايشة جنبه، فهي بتدور على الراجل العالي ده دايما. تمام؟ طب يا عم انت الكلام انت بتقوله ده حقيقي ولا بتهجس علينا؟ هجس ايه يا معلم؟ انا جاي لك ببحث وبقول لك هقول لك اللي هيحصل معاك، وهقول لك الطريقة اللي سبتك بيها كمان. كمل انت بس. طب انت يا عم هتسألني دلوقتي، يا عم مش كل البنات كده ومش عارف ايه، وفي بنت ناس، وبنت كذا، يا عم شتيمة بنت يعني محترمة ومؤدبة كده. وده لنا النقطة التانية، هل الهايبر جامي موجود عند كل النساء؟ اه يا صاحبي، موجود عندهم كلهم، بيتولدوا بيه اصلا. البنت اول ما تتولد بيكون عندها هدف واحد فقط، الحصول على افضل شخص تستطيع الحصول عليه. زي ما انا قلت، ما يهمنيش البنت دي تبقى وزيرة، رئيسة، ايا كان، هي سيكولوجيتها كده، فطرتها كده، ربنا خلقها كده، سبحان الله يعني. ونسيت اقول نقطة، الارتباط الحقوقي ده ضرورة جينية واقتصادية. انت هتلخبطنا بقى ايه يا عم ضرورة اقتصادية وجينية دي؟ جينية يعني شخص تقدر جيناته نسلها يستمر الأجيال، ماشي مثلا يعني. طب واقتصادية يا عم الحاج؟ اقتصادية عشان تقدر تجيب شخص تعتمد عليه أثناء فترة الحمل والرضاعة والتربية، لغاية بقى العيال ما تكبر وتفهم كده. يعني بتعتمد في انه يقدم الامن بمعنى الحماية يعني، والطعام والمسكن. هي غاز مصلحجية فشخ يا جدعان، دول ما عندهمش مشاعر ولا رومانسية اصلا، هي بس بتستخدمها عشان تخفي طبيعتها المصلحجية دي. وده طبعا التطورات بسبب السوشيال بقت تتقافز. ايه اللي انا بقوله ده؟ النقطة الرابعة يا عم، النقطة التالتة قصدي، تتقافز يعني اللي هي تشوف بقى الناس كتير عالية، يعني السوشيال ميديا بقت تخلي فيه منافسة، ده اعلى من ده اعلى من ده، فيها بتنقي. ما بص، ما تبقاش الراجل اللي البنت بتطلع عليه عشان تشوف حد احسن منه، خليك انت الحد الاحسن ده. النقطة التالتة، الهايبر جامي ده يا جدعان مش بيفرق معاه انت مين ولا عملت ايه، وبيقول لك بلا ذكريات بلا زفت اللي انت بقى قعدت فترة طويلة يقول لك انت خدت من عمري ومن وقتي ومن شبابي اللي مش هيرجع تاني، بيقول لك اركن بقى لغاية ما اشوف حد احسن منك، وهتخليك في التلاجة ساعتها، واخد بالك انت؟ فهي هتركنك بس مش هترميك دلوقتي، هي هتسيبك دلوقتي. وعارف انت حتى ابن خالتي جاي من السعوديه، جاي من قطر، جاي من الخليج، هي بقى بتقارنه بقى، ده جاهز واحد هيلحقني قبل ما اعجز، او قبل ما اعنس، او قبل ما ابقى 25-30 سنه، ولا خليني مع حبي. تفضل بقى تقارن، وعلى فكره طول ما انت مش مشبع الغريزه دي عندها هتفضل تبحث وتقارنك مع ناس تانية. اول ما تلاقي شخص احسن منك وهي هتقدر تحصل عليه، فاول ما تلاقي شخص احسن منك وهي تقدر تحصل عليه، هتلاقيها بتهملك كتير قوي،
مش بتتكلم زي الاول، بترد متأخر. المعاملة اتغيرت 180 درجة. في الاول انت كنت بتزعل، تيجي هي بقى تصالحك، دلوقتي مفيش منه، هتزعل تتفلق، مش بتكون طايقاك اصلا. هتلاقيها بتقول انا ازاي فضلت مع واحد زي ده، ايه العبط اللي انا كنت فيه، كنت شاربة حاجة اصفرة. ماشي. وهعمل لك فيديو مخصوص عن اسباب الفعل ده عشان بس الفيديو ميطولش. ننتقل الى النقطة الرابعة، مرحلة التقافز. دي كلمة فيها حاجة بس هي اسمها كده، معلش بقى. لما انت خلاص بقى من وجهة نظر الجهاز القيمة قلت، وانا عامل لك فيديو عن 5 اخطاء انت بتعملهم مع البنت، يبقى خش شوفه عشان تعرفها وتعرف تتفاداها، هفيدك قوي يعني باذن الله. نكمل. في مرحلة التقافز البنت سبحان الله مش بتعرف تدي مشاعرها لشخصين في نفس الوقت، يعني مبتعرفش تدي خالص مشاعرها لشخصين في نفس الوقت. لازم واحد يضحى بيه، يبقى كبش فدا. ومين بقى اللي بيحصل له الحكاية دي؟ اللي قيمته قلت من وجهة نظر الجهاز، اللي هو الهايبر جامي، ركز معايا. فاللي بيحصل بقى لما تبدأ تتقافز، تلاقيها بتتجاهلك، بترد متأخر، مش فاهم معاها زعل. عارف هي بتعمل كده ليه؟ غير السبب اللي لسه قايلينه وهتتفاجئ. بتموف اون منك من غير ما تقول لك يا صاحبي. عارف ليه؟ عشان انت لو عرفت هتسيبها انت الاول، وده هيخليها منهارة اصلا. يعني ازاي مش هي زعلانة مش عشان انت سبتها او الحب تولع الحب، هي زعلانة عشان انت اللي سبتها الاول. انت بوظت الدنيا كده وبوظت الخطة. هيبوظ عملية التجاوز عشان العملية لسه ما كملتش. لما تلاقي الواد بقى هتكمل امتى؟ لما تلاقي الواد بقى وقع واتعلق بيها خلاص، وهي كمان هتكون اتعلقت بيه. تلاقي بقى تاني يوم بلوك مرة واحدة، او تلاقي كلمة احنا لازم نسيب بعض، او بقى تلاقي، فاهم انت الحاجات بقى اللي مش عارف بقى انت قايلت لك ايه بالظبط، هتلاقي الكلام ده ايا كان. اكيد برضه يا صاحبي هي مش تديك مشاعر يعني من طاقتها، هي بتموف اون، يعني مش منطقية اصلا كده، مش هتعرف تموف اون منك. عشان كده تلاقي برود قوي من ناحيتها، مفيش اي ذرة مشاعر ولا ندم. الهايبر جامي ما بيرحمش، بيضرب خلاص، اهم حاجة عنده مصلحته. هو بس بيحاول يحمي نفسه، عشان زي ما قلت في اول فيديو ان الراجل بقى النقطة التانية باين مش فاكر التالتة، كان اهم حاجة الراجل حماية، مسكن، امن، كانت عايشة، فاهمني كده يعني. انت ممكن تكون انت اصلا ممكن يكون مفيش منك اتنين، لكن بالتصرفات بتخلي الجهاز يفتكر انك قليل قيمة. وهعمل لك فيديو قريب عن الحوار دوت ان شاء الله. وخليك فاكر الكلمة دي، البحر مليان سمك، متقفش على بنت. وعلى فكرة لو تفتكر في النقطة الرابعة، حتى تركن دي لغاية ما اشوف حد غيرك، انت عارف ده معناه ايه؟ ده معناه اصلا ان البنت هي اللي بتعمل فيس ستيب، هي اللي بتحاول تخليك تكلمها، تخليك تروح لها. وعارف ازاي بيعملوا كده؟ في بنات بحركات الجسم، في بنات بتستخدم طريقة الضحك والابتسامة وغيرهم من النظرات. ده في بنات بتتنك، والله يا ابني في بنات بتتنك عشان بس تلفت انتباهك او يعني تعجب بيها، فاهمني؟ امال انت فاكر التخينة والوحشة او الفلات مثلا بيتنكوا ليه؟ ومش بقول لك فئة البنات دي ممكن تتنك، ممكن برضه تستعمل نظرات الابتسامة على حسب البنت برضه. المهم التخينة والفلات دول هم عارفين انهم مش هيعرفوا يشدوك بالجسم او الشكل. كل واحدة عارفة اللي ناقصها، فهي بتلعب على الحوار ده، بتلعب على حاجة تانية تحاول تشقطك بيها. وكل واحدة وطريقتها بقى زي ما قلت. وكل ده معناه ان انت جايزة للبنت نفسها من اول ما تتولد، نفسها تحصل على الراجل عليك. عشان كده بقولك شوف حياتك، مستقبلك، شغلك، جيمك، جسمك، مذاكرتك، اشتغل على نفسك كده يا صاحبي. متقعدليش بقى مفخخ كده في البيت، لا 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 الله يا اخي. وما تخليش حتة بنت تبوظ حياتك، وكل حاجة انت بتعملها حلوة يبقى ليك انت مش للبنت. واستنى الفيديو الجاي عن ازاي بتقلل من قيمتك قصاد الهايبر جامي. فكك بقى من قصاد البنت دي عشان هي اصلا يعتبر غريز ماشية على الارض اصلا. وفي اخر الفيديو لو عجبتك التجربة وفي اخر الفيديو لو عندك تجربة او رأي او استفسار او اي حاجة اكتب لي في التعليقات. وما تنساش تحط لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو شايف حد يستفاد بالفيديو دوت ياريت تعملوا شير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.